بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كنت طول عمري لما يجي يسألوني إيه أكتر سورة بتحبها؟ أنت طبعا بتحب سور القرآن، ده الرد الدبلوماسي اللي أنت هتقوله، أو الرد اللي أنت ممكن ما تبقاش دارسه قوي، يعني بتبقى عايزة مجاملة، لأن أنت مش قاري القرآن كله بنفس الاستمتاع، او زي ما بيقولوا ان انت مش قاريه، وانت يعني انت اللي جت على هواك الصوره اللي جت على هواك. فانا كنت دايما اقول يوسف على اساس انها فيها قصص، وانا راجل بحب الفن والتمثيل، فسبحان الله فتلاقي دي ركبت مع دي، مع ان في سوره القصص وفي سور كتيره جدا يعني، وسوره مريم وابراهيم. كل بص هتيجي بقى تيجي تمسك سوره هتلاقي ان كل سوره انت بتحبها، بس انت اول ما اتسالت قلت ايه؟ الكهف. اول ما اتسالت قلت ايه؟ يوسف. طيب فضلت انا على هذا الحال لغايه 10 ايام تقريبا. انا الحمد لله اقرا يعني باستمرار، وربنا يعني ميسر لي الموضوع شويه، لغايه ما في يوم من 10 ايام بقرا سوره النساء، ودي تالت مرة أقرأ بعد المرة اللي أنا وقفت فيها عندها سورة النساء. واكتشفت إن السورة دي عجيبة قوي. ولو جينا نقول على كل سورة عجيبة هنلاقي إن كل سورة هتقول عليها عجيبة لو ركزت فيها. يمكن أنا مركز دلوقتي في سورة النساء لما فيها من بحر أحكام وبحر الأحكام ليه علاقة بالأسرة. المواريث في سورة النساء، الحديث عن اليتامى في سورة النساء، التعدد في سورة النساء، حاجات كتيرة قوي في سورة النساء. طيب قال الطلاق والزواج والإرضاع وحق الزوجة في سورة النساء. يمكن أنا عشان مهتم شوية بالمواضيع دي فرحت أعمل ستريس ووقفت عندها، يعني وقفت كده ورحت قلت الله في إيه الكلام اللي بيتقال ده. طيب من أول آية اسمحوا لي أقرأ معاكم سورة النساء بدايتها، او بعض انا في ايه اللي جيت دلوقتي اقف عندها، يمكن اللي قصدت ان اعمل الفيديو ده مش هي دي الايه اللي استوقفتني اول مره اول ما وقفت، لكن دلوقتي خطفتني. وفي سوره النساء برضه ادوني لحظه. زي ما قلت لكم ان من اول ايه في السوره هتلاقي بتخطفك. حتى اول ايه بتقول ايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. لما بيكلم الناس بيكلم الذكر والانثى، والذي خلقكم من نفس واحده، انتوا حاجه واحده، ما تعملوش حواجز وفواصل، اصل ده ذكر لا دي انثى ده مش عارف ايه، لا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نفس الواحده خلق، هي نفس واحده وزوجها نفس واحده اللي هو ادم الاساس، وبعدين خلق منها زوجها، وبعدين خلق منهم بقى رجالا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واتوا اليتامى، بدأ بقى الكلام، واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اوعوا تطمعوا في الخبيث وتبدلوه بالطيب، الحاجه الطيبه اللي موجوده. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. طيب وان خفتم، انا هنا بقى وقفت، بص الحته الجايه دي، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. وان خفتم انتوا يلي بتربوا اليتامى او اللي عليكم مسؤوليه مال اليتيم، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلاص طب مش هنكمل. لما جيت وقفت عند الآية دي، وإن خفتم ألا تقسطوا، دي مش بتاعت النهاردة، دي اللي وقفت عليها من 10 أيام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا يعني،
في اليتامى وفي أموالهم وفي رعايتهم وفي الكفالة بتاعتهم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اتجوزوا أكتر من واحدة. فهنا بدأت خدتني الآية، سبت بقى اليتامى وخدتني الآية. ايه ده، في آيات التعدد اللي في القرآن فين تاني؟ ما لقيتش. لقيت ان هي دي الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن التعدد. في آية تانية اللي هي 139 تقريبا أو 129 هقول لكم عليها، اللي هي بيقول لو مش هتقدر تعدد، مش هتقدر تعدل في التعدد ما تعددش. يعني ما علينا، المهم في تعدد في القرآن. في تعدد طبعا في القرآن، في تعدد في الإسلام. طبعا في تعدد في الإسلام، ما فيش هزار في الحاجات دي. الشرط بتاع التعدد ايه؟ لقيت نفسي برجع، طالما دي هي الآية الوحيدة عن التعدد، وأولها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وربط ما بين اليتامى وما بين التعدد ليه؟ فبدأت أسأل نفسي ايه الربط ما بين اليتامى ورعايتك ليهم وما بين التعدد. فلقيت اني بدأت ادور على جوجل كمان بقى الآراء، هل يا ترى ان التعدد يكون لليتامى، يعني يكون حاجة مرتبطة باليتامى، ولا التعدد للتعدد؟ يعني انا واحد ما بربيش يتامى، من حق ان انا اعدد ولا لا؟ وقفت جامد هنا. هو لقيت ان ربنا لما ذكر التعدد ربطه باليتامى. فدخلت قلت اقرا اراء كتير، فلقيت ان معظم الاراء بتقول ان احنا قياسا على التعدد مع اليتامى يبقى في تعدد، قياس وقياسا لما قام به النبي عليه الصلاه والسلام. وانت مش مفروض تقيس بالنبي في كل حاجه، لان النبي تشريع، يعني هو كان تشريع. وان كنت انا مش عايزك تقيس، يعني النبي انت هتقيس اصلا، مش هتقيس بمين؟ ده الرسول. يعني الرسول اللي كان بيصلي بسوره البقره، انت هتعرف تصلي بسوره البقره؟ هتقيس عليه؟ قيس لو تقدر، خلاص قيس. فلقيت دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى زيجاته، لقيت ان كل زيجات النبي ارامل، والارمله قد تكون بتربي او بتعول، فاللي بتعولهم يتامى. طب لو ما بتعولش ليها شق برضك في اليتامى، خلاص. مع الارامل مع اليتامى. طيب ما عدا البكر السيدة عائشة رضي الله عنها، والمطلقة زينب بنت جحش رضي الله عنها، لكن الباقيين أرامل. من أول السيدة خديجة أرامل، اللي هي حتى قبل الرسالة وقبل البعث والحاجات دي، خلاص. طيب هنا لازم تشوف بقى حكم التعدد، ترجع بقى بالراحة وتقول هو ليه ربنا يعني نزل التعدد او سمح بالتعدد او اباح التعدد. واباحته للتعدد هل يا ترى هي اباحه فضفاضه ولا ليها شروط؟ ولو ليها شروط هل يا ترى هتقدر تنفذها؟ والنبي عليه الصلاه ورب العزه عز وجل قال انت مش هتقدر تنفذها. يا عم ده هو قال لك في القران، قال لك مش هتقدر تنفذها، بس خلاص انا ابحت لك عشان دي كضروره، يعني حاجه ابحت ضروره. ولكن الإباحة دي أو الإتاحة دي أنت مش هتقدر عليها كمان. طيب هنقول ماشي. فكان في رأيي أنا من زمان كنت بعد أقول إن ربنا أباح التعدد قبل ما أعرف إن هو مربوط باليتامى، أو قبل ما أفطن إن هو مربوط باليتامى. وطلع إن في ناس اتكلموا عن الموضوع ده كتير، لكن أنت اللي بيظهر لك اللي عليه الإجماع بس. وأنا مش ضد على فكرة الإجماع، وإن كنت ضد إن ناخد الإجماع قرآن. الإجماع هو أكتر معناها، كلمة الإجماع معناها إيه؟ إن في ناس كتير قوي، أكتر الآراء في 100 واحد 80 منهم قالوا رأي معين، فبنقول إجماع. لكن مش ملزم ليك الإجماع، الإجماع مش ملزم ليا. أنا اللي ملزم ليا إن أنا أقرأ عن ال 80 دول اللي هم أجمعنا عليهم، أو الناس الشرع العلماء أجمعوا إن في 80 واحد من العلماء قالوا الرأي ده. فأنا ملزم إن أعرف ال80 دول وأعرف ال20 كمان. أنا ملزم بال20 كمان. طالما رحت للإجماع يبقى أنا لازم أشوف كمان الاختلاف وأحكم عقلي، أنا مع الإجماع ولا مع الاختلاف، مع دول ولا مع دول.
والحكم بيني بقى وما بين ان انا اقول انا مع مين فيهم، الحكم لله. يعني انا مثلا عشان انا ما بحبش الاجماع، مش عايز حد يقول ان انا امنت بالاجماع مثلا، او عايز بقى اعمل ان انا راجل روش وبتاع جدل وحاجات زي كده، هو فابقى عارف ان الاجماع صح. طب ما انا بينه وبينه ربنا، اللي بيحكم بيننا ربنا. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كل زيجاته، معظم زيجاته، لو قلنا ان هو اتجوز 11 او 9 زي ما بيقولوا يعني، كلهم ارامل، كلهم ارامل. فيهم أمة، أنا ما أعرفش السيدة ماريا كانت متزوجة قبل كده ولا لأ، بس فيهم أمة، فيهم بكر السيدة عائشة، فيهم مطلقة واحدة بس مطلقة، وكل واحدة منهم حكم. الثلاثة دول كل واحدة منهم حكم. لكن الزيجات التانية العادية البسيطة يعني، ماريا هتلاقي في سبوت عليها، حتى في آية اللي هي المجادلة. المجادلة ولا البينة؟ المجادلة. وأول سورة المجادلة على ماريا، على السيدة ماريا. وزينب بنت جحش ليها موقف وليها موضع في القرآن، الموضع بتاعها. والسيدة عائشة يعني جزء كبير من السنة من خلالها. وإن كنت أنا شايف إن تم للأسف تشويه السيدة عائشة، ده مش معانا بقى دلوقتي، أو تضخيم الحكي والقصص حوالين السيدة عائشة. وهي بنت مين؟ دي بنت أبو بكر الصديق، بنت الراجل الجميل صاحب النبي. ومع ذلك يطلعوها ان هي كانت غيورة قوي، وان كانت بتاعت بومب واسفين وحاجات زي كده. ده باين في السنة على فكرة كمان، مش عند الشيعة، ده الشيعة بيشتموا فيها والعياذ بالله. لكن ده حتى السنة يقول لك ان من كتر، يقول لك اول ما دخلت على لسان السيدة عائشة، اول ما دخلت عليا الزوجة الجديدة نار من جوه. مفيش الكلام ده، لان انت عارفه ان التعدد الرسول عليه الصلاه والسلام بيعمله بامر الهي، ما بيعملوش بامر غريزي، ده بيعملوا بامر الهي. فانت عمرك ما هتبقي نار طالما انت ام مؤمنين، طالما انت اختيار من رب العزه للنبي عليه الصلاه والسلام. عمرك ما هتبقي نار من جواك، عمرك ما هتبقي غيرانه، عمرك ما فيش الكلام ده. طيب فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لما قعدت بحثت لقيت إن في وقفوا يعني العلماء بقى كلهم، أو بيقول لك بيسموها إيه، الشبهات اللي طلعت على الآية دي. فرد الشبهات في الآية، في ناس سألوا زي ما أنا سألت إيه العلاقة ما بينها وما بين اليتامى؟ يبقى دي مباحة لليتامى بس، اللي عنده يتامى، اللي بيربي يتامى منهم سيدات او بنات، خلاص يبقى دي مباحه. انكحوا ما طاب لكم من النساء اليتامى. ده انا عن نفسي انا شايف ده. واول ما جت في دماغي بدات الف شويه فيها، ودايما وانا بقرا القران بقول يا رب افتح ما بيني وما بين الكلمه اللي موجوده، افتح. فهو اللي فتح. ما انا قريتها، انا خاتم القران 300 مره قبل كده او اكتر. اشمعنى المره دي اللي رب العزه قال لي بص دي؟ ما هو بيشاور لك، لك اقف هنا، خلاص وقف ناس كتير قبليه وترد عليهم. وقد يكون الشيطان هو اللي وسوس لك ان انت تقف عشان ممكن. عشان كده انا بقعد اقرا الاراء كلها، ما يمكن دي وسوسه شيطان، بص مدخل عشان اعمل فتنه. فلازم انا كمان ادرأ الفتنه ذات نفسها او الشبهه دي. فبعمل ايه؟ بعد ادرسها كويس. فلقيت ان هم وقفوا قالوا ان في 3 آراء. ربع ساعه معلش احنا رغينا كتير، ممكن نبقى نقص يعني. في 3 آراء. عفوا. ال3 آراء بتقول، انا بكلمكم انا دايخ فيعني اعذروني لو في اي. ال3 آراء قالوا ردوا على الشبهه دي. اول حاجه خالص ان ليه اتربطت باليتامى؟ ليه الايه دي او التعدد اتربط بايه فيها ذكر اليتامى؟ اول حاجه قال لك ان الزوجه الاولى اللي اتجوزها الرجل، والرجل يربي ايتام كتير، ممكن يبقى عنده 10 ايتام 8 ايتام، فالعدد كبير، فربنا اتاح له
ان هو يتجوز واحده عشان تخدم زوجته الاولى اللي بتربي ايتام معاه. وده طبعا ده كلام فارغ، انا اسف يعني، مع احترامي للراي او اللي قالوا الراي. ليه؟ لسبب ان ما هو الستات زمان كانت الزوجه الاولى اللي انت اتجوزتها كانت بتخلف 10. يعني اروح اتجوز بعيد عن اليتامى بقى، اروح اتجوز زوجه تانية عشان تربي ولادي من الزوجه الاولى؟ ده مش منطق. وخاصه ان انا هخلف تاني من الزوجه اللي هتجوزها، فالعدد بقى يزيد، ونحتاج بقى حد يجي يا جدعان تعالوا ساعدونا يا خراب انا عمال اخلف. فادي اول حاجه اعتقد يعني بالمنطق اللي بيني وبينكم دلوقتي ده مش منطق اساسا ان انا اجيب واحده عشان ترعى معايا الايتام مع زوجتي الاولى. خلاص، والا يبقى انا لما هخلف من زوجتي الاولى برضك هروح اجيب واحده لو ما عنديش ايتام بقى اجيب واحده ترعى ولادي. لا لا. طيب دي نمره واحد. نمره اتنين، ده وجهه نظري فيها وقد تكون هو صح يعني، بس انا شايف ان لان ممكن يقول لك انا لا هو بيربي 30 40 يتيم، ما اعرفش يعني، انت تبقى جمعيه بقى يعني، ممكن نجيب موظفين ساعتها او نجيب ناس يشتغلوا في الرعايه، مش شرط جواز. تاني حاجه بيقول لك ان ممكن تبقى بنات اللي انت بتربيهم ايتام وتلاقي نفسك طمعان في فلوسهم. ما هي الايه بتقول كده الا تقسطوا في اليتامى. يعني يبقى في عدل، من ضمن العدل العدل المادي، مش العدل الكفاله بس يعني او الرعايه، ان انت تبقى طمعان في فلوسها فتتجوزها عشان فلوسها وتاخد وتنهب فلوسها، فتقول لا 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 انا مش هعمل كده، انا اروح اتجوز واحده تاني من بره. يبقى عشان ما تبصش لليتيمه سواء بصه غريزيه او عشان ما تظلمهاش في فلوسها او عشان تتجوز واحده من بره. ايه العلاقه؟ انا مش فاهم يعني. ما انت بصيت لها، ما تتجوزها يا عم. هي مش قبلاك، هتقول لك مش قبلاك، ما بقتش يتيمه خلاص، هي كده بقى تبدا تتجوز واحد تاني، ما هي مش قبلاك يبقى عايزه واحد تاني خلاص. مش منطق ان انا اتجوز واحده تانية عشان انا في غريزتي عليت او قامت على يتيمه فاروح اتجوز واحده تانية. طب ما هي اليتيمه دي عجباني اساسا، هتفضل موجوده في البيت. وانت التستوستيرون دين ولا اللي هو الهرمون الذكوري التستوستيرون عالي عندك بقى، فانت هتجوزت واحده تانية. طب ما انت مسموح لك بالثالثه والرابعه كمان، ما يمكن برضك تقول لا انا هتجوز لا كده الثانيه ولسه ما هديتش لا اتجوز واحده كمان. ده مش كلام، ده مش منطق. امال المنطق ايه؟ بيقول لك انت عندك يتامى في البيت وعندك سيدات ارامل بيعولوا يتامى، مش شرط اليتامى اللي هم اليتامى، ممكن اليتامى خلاص. فعندك اليتامى دول وخايف ان انت ما تعدلش في حقوقهم. خلاص تعمل ايه؟ سواء حقوقهم الماديه او اللي هي فعلا فيه يعني، انت عايز بقى ترعى السيده اللي بتعول الايتام او اليتامى ذات نفسهم، فاتجوزها تزوجها وروح عندها البيت وتبقى مراتك، وترعى ان انت رعايه اللي هي بقى القوامه. الرجال قوامون على النساء، هتبقى رعايه القوامه. وقد مش هتمد ايدك بقى على فلوسهم خالص، انت كمان انت مجبر ان انت تصرف عليهم لان انت عندك قوامه ماديه. فانت كده كمان مش هتقعد تقول اصل انا من العاملين عليها على فلوس اليتامى. لا يا سيدي، خلي بقى فلوس اليتامى على جنب كده هو، وانت تصرف من جيبك، والست انت اتجوزتها او هتصرف من فلوس الست، فانت بنيت اسره وبتصرف في فلوس الاسره اللي موجوده بما يرضي الله يعني. فانا شايف ان التعدد، والله هو يعني اعلى واعلم، شرع التعدد لامور اليتامى بس. وربنا يروح جاي بقى، بص في السوره في الايه 139 ولا 129، سوره النساء 129 غالبا، 139 لا يبقى 129. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. جوزت يا عم اليتامى او جوزت بقى ولا تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. وبيتكلم اللي انت يعني خلاص واحده انت، ودي الايه بقى اللي وقفتني النهارده، خلي بالك اللي قبليها على طول بقى بيقول ايه؟ بيقول ان مش هتعرف ما تسيبهاش زي المعلقه. خلاص لو الحياه انتهت بينك وبينها وعايز تعدي، تطلق واتجوز، مسموح لك طلق واتجوز.
وفي الطلاق هنا بقى ايه، في كلام هنتكلم فيه. الطلاق مش كده، الطلاق مش زي مش يعني زي ما السلف اهتدوا، ربنا هداهم الى شكل من اشكال الطلاق الصريح اللي في القرآن. خلاص، لكن في القرآن في شكل اعمق، هم خدوا جزء منه. الله اعلى واعلم، برضك انا مش احسن منهم. احنا بنفكر. انا قبل كده قلت في منشور او بوست او حاجه زي كده ان الناس دي احنا ايه وقفتنا دوختنا ومخلينا نتكلم ونعمل فيديو على ايه. طب والناس اللي فسرت القران ده كله، مفسرين اللي خدوا على عاتقهم يفسروا القران، دول كانوا بيعملوا ايه؟ ما كانوش بيناموا؟ هم ازاي كده؟ عشان كده هو ما بدأش تفسير القران من الاول. هو غالبا ان هو ليه قراءات في بعض الايات، لكن خد تفاسير السابقين، فدايما يقول لك انا التفسير ده امنت بيه او عجبني في تفسير السابقين. فهنا انا شايف الربط ما بين اليتامى في الآية وآية التعدد، إن هي دي الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن التعدد مثنى وثلاث ورباع. وخلي بالك بقى، مثنى وثلاث ورباع قد يكون نفس العدد اللي هو 9 2 3 4 اللي اتكلم فيها قبل كده شيخ، وكانوا بيعملوها نكتة واحنا كنا بنقول نكتة 2 3 4 يا راجل، لا هم 4 بس، لا ما ممكن يكون 9 فعلا، مثنى وثلاث ورباع. ما النبي اتجوز 9، انت فاهم ازاي؟ ولكن هو بيقول لك حتى لو عديت واحده مش هتعرف تعدل، يعني بتاع التسعه. يعني لو احنا قلنا ان هو عشان 9 او بتاع الاربعه على العدد اللي استقر عليه الناس، انت بيقول لك مش هتعرف تعدل في واحده مع الواحده، مش تعرف ولا تعدلوا بين النساء. عشان انا الحفظ سامحوني، سامحني ربنا قبليكم، يعني الحفظ عندي مشكله فيه. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لو حبيتوا تعدلوا حرصتم، يعني كنت شديد الحرص ان انت تعدل بين النساء، مش تعرف تعدل بين النساء. حلو الكلام. طيب الايه بقى اللي استوقفتني النهارده كانت ايه؟ بص، كلها عن النساء والمواريث. المواريث انا مره قعدت اشوف المواريث والسدس والثمن والربع والثلثاء الاحكام بقى ديا، وقعدت احسبها بالورقه والقلم. وانا بحب الرياضه قوي، انا مدرس علوم بحب الرياضه قوي، فقعدت مسكت كده يا خرابي، ايه الحرفنه دي؟ ايه اللوغاريتمات دي؟ ما حرفنه. وانا مش على فكره عيب قوي ان انا اشهد لكتاب الله. وانا بشهد لمين؟ هو انت مين عشان تشهد ايه الحرفنه دي والحاجات دي؟ لا لا لا، بس فعلا الايات سوره النساء دي اقعد اقرا واقعد عليها، على سوره النساء، اقعد عليها شويه. الايه اللي استوقفتني النهارده بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. خلاص، انا مش فاهم دي قوي، ممكن يبقى فيها كلام يعني. خلاص، ترثوا النساء، لان دي مش زي ما هي واضحه كده ان انا هورث الست كره. خلاص، لا هي فيها حاجه، يعني الايه مش ممكن يكون فيها تفسير انا لسه ما رحتلوش. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض، انا عشان التشكيل، ببعض ما اتيتموهن. ما تعدلهمش، ما تحطهمش في ركن كده، خلاص، وتعجزهم. تعضلوهن، تعجزوهن، خلاص، عشان تاخدوا منهم اللي انت اديته له، الا لو كانت جايه بفاحشه، يعني عملت فاحشه، عملت مصيبه، فساعتها تقدر لا انت هتقعدي في البيت. خلي بالك ان الفاحشه دي تقعدها في البيت. لو هي عايزه تكمل معاك وانت عايزه تكمل، اقعدي في البيت ما تخرجيش. فاحشه دي يعني امر فظيع، اللي هو الزنا من ضمن الفواحش. خلاص، يعني مش الزنا بس، يعني بس من ضمن الفواحش، بس يعني هي امور مكروهه. انت فاحشه دي يعني انت ما تطقش تسمعها، ما تطقش تسمع الحاجه اللي هي عملتها. فاللواط، الزنا، الحاجات دي كلها من الفواحش. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ترثوا دي مش عارف بقى بعد موتهم يعني ولا ايه. خلاص، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، هتاخدوا منهم اللي انت، الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. بص الحته بقى اللي وقفتني هي دي. وعاشرهن بالمعروف. عايز تكمل معاها يا بابا، كمل بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. يعني أنت بتقول أنا مش عايز أكمل معاها، عايز أطلقها، عايز أعدد،
عشان كارهها، انا خلاص مش كارهها. ده بص ربنا بيقول لك ايه، وعاشروهن بالمعروف. عايز تعاشرها وتكمل معاها حياتك بالمعروف، مش خليك قاعده زي الخدامه، احسن ما اتجوز خدامه. خليك قاعده انت واحده من الاربعه، خليها تربي العيال، مش بالقرف، بالمعروف، ليها حقوق عليك وهي قاعده معاك. خلاص، فان كرهتموهن، خلاص انت كارهها بقى ومش طايقها، خلاص، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. ده ممكن اللي انت كارهها دي خليها قاعده بس اعملها بالمعروف. ده ممكن اللي انت كارهها دي تبقى احسن من اي واحده تقابلك بعد كده في الحياه. ده ممكن دي اللي تشيلك فوق راسها. ده ممكن دي اللي لا مؤاخذه تمسح لك من تحتك لما تعجز. ده ممكن دي، وممكن 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 وممكن. فاللي بتكرهها دي لا تقعدها معاك بالمعروف، كرهتها، قعدها معاك بالمعروف وتديها حقوقها وكل حاجه، لا اما تسرحها بالمعروف او تسريح باحسان. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بص ربنا بيكلمك بيقول لك ايه، اللي انت بتكرهها دي اوعى تكون كارهها. ده انت ممكن اللي كارهها دي ما تعرفش بعد كده فيها ايه. ده ممكن تبقى هي دي الخير كله. صدق الله العظيم. سورة النساء، اقعد على سورة النساء يا جماعة. شكرا لكم جدا.